رابع نوع هو العوائق الشخصية. وممكن في العوائق الشخصية يقابلنا مشكلات زي اللي هنتكلم فيها دي. أول حاجة نقص مفردات الاستماع، يعني قلة الكلمات المفهومة هتقلل أكيد فرصة فهم الرسالة. ما يجيش وأنا بتكلم مع حد أستخدم مصطلحات معقدة ومش متداولة عشان أبان إن أنا بتكلم بشكل كويس وإن أنا فاهم. ده هيؤدي طبعا إن هو مش هيفهم الرسالة اللي بتتقال. تاني حاجة الانتباه الانتقائي. يعني ايه انتباه انتقائي؟ يعني مركز على نقطة معينة وبهمل الباقي، وده ممكن يغير المعنى. سواء أنا اللي كنت برسل الرسالة فبركز على حاجات معينة، أو أنا بستقبل فالكلام اللي بيجي لي والله بنقي حاجات معينة بنتبه لها قوي وحاجات تانية ما بركزش فيها. ده هيؤدي إن الرسالة توصل مشوهة وهيغير المعنى ويبقى مفيش تواصل فعال. الفشل في الرد المباشر أو رد الفعل. غياب ردود الفعل طبعا بيخلق انطباع ان الرسالة مش مهمة. انا مثلا لو حد بيكلمني في حاجة وانا ساكت 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 ساكت، وبعد كده هينتهي التواصل ما بيننا كل واحد يمشي، اللي كان بيقول لك الرسالة هيحس ده ما كانش مهتم. علشان كده في طريقة بنعملها كويسة جدا عشان نحسس اللي قدامنا ان احنا مهتمين بالكلام، ان انا اخد جزء من الكلام اللي هو كان بيقوله وصيغه على صيغة سؤال مثلا، علشان او ااكد هل انت قلت كذا 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 كذا. فهيقول لك ده كان قاعد مركز معايا لدرجه كمان انه بيسال وعايز يعرف ويتاكد، فهيتحمس اكتر انه يكمل الرساله. هيحس ان قدامه بيحترمه وبيديله رد فعل مناسب على اساسه بيكمل الرساله، بيوضح حاجات معينه او يتوقف تماما. النقطه الثانيه هي التفكير الثنائي القطب، اللي هو زي ما بنقول كده يا ابيض يا اسود، يا كده يا كده. تفكير محدود، يا صح يا غلط، انت معايا او ضدي، ده هيحصل او مش هيحصل. ده طبعا بيؤدي ان التواصل يقف، مفيش مرحلة مرونة ان احنا ممكن نتناقش نتكلم، فهيبقى ايه لازمة التواصل. اخر نقطة هي الميل الى تقييم المتحدث او قوة المصدر. يعني ايه؟ يعني انا والله اللي بيكلمني ده مثلا مدير او شخصية مهمة، والله اي حاجة بيقولها انا تبقى صح، وهركز مع الباور بتاعه ان هو شخص مهم فاكيد كلامه مظبوط، وهبتدي ما افكرش بقى ان انا ابعت فيدباك ان انا مش فاهم او بتاع عشان ما احرجش. والعكس صحيح، ان الشخص اللي قدامي ده حد غير مهم، يعني مثلا حد مش مكمل تعليمه وانا شايفه ان هو شخص غير مهم، فهبتدي يعني اسمع كلامه بشكل من التباسط وان انا مبقاش مركز فيه قوي، وان انا ما باخدوش على محمل الجد، مع انه ممكن يكون هو كلامه صح جدا غير الشخص صاحب القوة او المصدر العالي، انه ممكن يقول اي كلام. فما تقيمش الكلام عن طريق تقييم المتحدث وقوة مصدره، لا، قيمه على اساس المنطقية والترابط الاحداث، وخلي فيه فيدباك وفليكسيبيليتي، واعرف كده انك لازم تبين له ان انا فاهم او مش فاهم مهما كان هو درجته ايه. النوع الخامس والاخير هي العوائق الثقافية، ودي حاجة يعني شائعة جدا. اول حاجة فيها هي اختلافات اللغة. طبعا لو بنتكلم لغتين مختلفتين مش هيحصل تواصل. لغة الجسد برضو كنا اتكلمنا عنها، ان ممكن بعض الايماءات والتعابير في بلد مختلف عن البلد التاني. قيمة الوقت. دايما للأسف بعض الناس بتشوف ان بعض البلدان عندها الوقت مش مهم وان مواعيدها مش مظبوطة، وبعض البلاد بتبقى مهتمة جدا بالوقت وعندها الوقت صارم. تعامل شخص من الخلفية دي وشخص من الخلفية اللي ما بتهتمش بالوقت ممكن يؤدي الى غياب التواصل الفعال. انت اتأخرت عليه في الميتنج فهو خلاص ما بقاش مستعد انه يتواصل معك لانك ما احترمتش الوقت، ما احترمتش مواعيده، جيت له متأخر، فده بيسيب عنده انطباع سيء. الحاجة اللي بعدها الصور النمطية السلبية والتحيزات، انك انت بتحكم حكم مسبق. عندك اللي هو بيسموه الستيريوتايب، انت شايف الشعب ده كسول، الشعب ده كذاب، المجموعة دي من الناس من المحافظة دي بيكذبوا، دول بيقولوا اي كلام، فانت خلاص من الاول انت يعني غير مهيئ انك تستقبل اي كلام من الشخص اللي جاي من الثقافة دي او من البلد دي، او بتتحيز لبلدك او ثقافتك، فاي حد مغير ليها انا مش هسمعه. ده طبعا مش هيخلق تواصل فعال. اخر حاجة المشاعر والعواطف، ودي مهمة جدا لان في بعض البلدان عندها المشاعر والعواطف دي حاجة ثانوية، يقول لك يعني دول دمهم بارد ما بيتعصبوش بسرعة. وفي شعوب زي شعوب طبعا البحر المتوسط
والشرق الاوسط عندنا مشاعرنا دايما يعني بتبقى ايه عاليه جدا، وبنعبر عنها بالايد وبالبادي لانجوج، ومشاعرنا وعواطفنا مهمه جدا. فلو لقينا حد ما بيهتمش بالمشاعر والعواطف دي وبيتعامل معانا ببرود، لن افضل التواصل معاه طبعا، وبيحصل فشل للتواصل. بعض الحاجات كده محتاجين نقولها في موضوع العوائق الثقافيه ده مهم جدا، عشان لو بتشتغل مثلا في مكان فيه جنسيات متعدده او هتسافر او كده، دايما مهما كنت حتى لو مش فاهم ايه اللي بيحصل، احترم الاخر. احترم الاخر مهما كان، ودايما اسأل اسئلة. لو مش عارف حاجة، بدل ما تضحك عليه او يعني تقلس عليه او تشوف الموضوع بسخرية، اسأل واعرف، وبين دايما انك عايز تتعرف على الثقافات التانية وعايز تعرف عنهم حاجات. ده مهم جدا، هيحترموك وهيحصل تواصل فعال جميل جدا، وهيبني عندك قاعدة ثقافية مهمة. الشاعر الانجليزي روديارد كيبلينج في حتة كده من شعر كان بيقولها، قال فيها حاجة مهمة جدا. قال لك I keep six honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. أنا بحتفظ بستة رجالة مخلصين بيخدموني، علموني كل حاجة أعرفها. أساميهم هو what ماذا، why لماذا ليه، and when متى، and how ازاي او كيف، and where اين، and who ومن. طيب دي هنستفيد بيها ازاي في التواصل الفعال؟ هقول لك. ماذا محتاجها؟ اسأل 3 اسئلة بيها. هو انا محتاج ايه عشان اتواصل بفاعلية؟ لازم تسأل نفسك السؤال ده. محتاج ادوات تساعدك، محتاج معرفة مسبقة، محتاج دراسة. الحاجة التانية، ماذا أفهم من الرسالة التي يريد إرسالها؟ هو أنا فاهم إيه من الكلام اللي أنا عايز أقوله؟ لازم تبقى فاهمه كويس جدا علشان تقدر توصلها لغيرك. المعلومة لو أنت مش عارفها مش هتعرف توصلها للآخرين. السؤال الثالث، ماذا يعرف المتلقي للرسالة منها مسبقا؟ اللي أنا هكلمه عارف إيه من اللي أنا هقوله؟ لأن أنا لو بقوله كلام مكرر مش هيبقى منتبه ليه ولا مهتم بيه، وهنضيع وقت. فلو هو عارف نص المعلومة، ابتدي اشتغل على النص التاني من المعلومة ونكمل بعض، بدل ما نضيع الوقت في حاجات مكررة. الرجل التاني، لماذا؟ هو أنا ليه بحتاج للتواصل ده؟ لازم أسأل نفسي أنا بتواصل عشان إيه؟ عشان أتعرف على الناس، أوصل معلومة، أحسن شغل، أصحح مفهوم خاطئ. لأن أنت لو مش عارف أنت بتتواصل ليه، فتأكد أن الآخرين اللي بتتواصل معاهم مش هيبقوا عارفين. الرجل الثالث، متى؟ هو امتى افضل وقت للتواصل؟ لازم اختار الوقت اللي اتواصل فيه. اختيار الوقت الخاطئ بيدمر التواصل الفعال من الاول. ما يجيش لحد مثلا هو مشغول او مجهد وابتدي اتواصل معاه في موضوع مهم. لازم انتقي الوقت. مثلا مثال في اي عيلة، لو مثلا طفل او شاب عايز يكلم والده في حاجة معينة، دايما الام بتقول له ايه؟ استنى لما بابا يبقى رايق، ما تكلموش وهو تعبان. دي من أبسط وأحسن الأمثلة على اختيار أفضل وقت للتواصل. لأن ممكن لو اخترت وقت خطأ مش هتحقق التواصل ومش هتوصل للي انت عايزه أساسا. والمهم كمان في موضوع الوقت بقى إنك تخصص وقت كافي لتوصيل الرسالة وتتأكد إنها اتفهمت صح. الرجل الرابع، كيف أقوم بالتواصل؟ هي إيه الأدوات والطريقة اللي أنا بتواصل بيها؟ لازم أعرف اللي قدامي وأدرسه كويس، وأعرف إيه الطريقة المحببة لي للتواصل اللي هيقدر يفهمني بيها، اللي هيقدر بيها أبني تواصل فعال معاه. وأسأل نفسي سؤال، هل الطريقة اللي اخترتها هي أكثر طريقة فاعلية مع الشخص أو الأشخاص أو الكيانات اللي أنا بحاول أتواصل معاها؟ ده مهم جدا. السؤال اللي بعد كده، أين؟ هو أنا بقوم بتوصيل الرسالة دي فين؟ أنا عايز أكلم حد في حاجة، أكلمه في الشارع، أبعت له على الإيميل، أكلمه هو في مكتبه، ولا لما يجيلي؟ لازم أختار المكان المناسب، مكان ما يكونش فيه مشتتات كتير. ما روحش مثلا في مكان زحمة واجي أتواصل مع حد عايز أوصل له معلومة، مكان فيه مشتتات كتير ونويز ومكان مش مهيئ للتواصل الفعال وابتدي أبدأ بالتواصل فيه، أكيد هيحصل فيه مشكلة والنويز هيعلى. آخر سؤال، من؟ ودي حاجة مهمة جدا. لازم في أي تواصل أو في أي حاجة في الدنيا
تكون صريح مع نفسك. هل أنا أفضل شخص لإرسال هذه الرسالة؟ ولازم تسأل نفسك برضو في الحياة، هل أنت أفضل شخص لتعلم الموضوع ده أو لعمل المهمة دي؟ ده مهم جدا. الصراحة مع النفس هتأدي إنك تؤدي شغل مظبوط، وتبقى معروف عنك الصراحة والأمانة، وبتفتح لك باب كبير للتحسين والتطوير. فلازم تسأل نفسك، هل أنا أفضل شخص يوصل الرسالة دي؟ السؤال التاني، من هو المتلقي بقى؟ مين اللي هيتلقى مني الرسالة دي؟ بيحب الرسالة توصل له ازاي؟ هوصلها له ازاي؟ هعمل انكودنج وتشفير شكله عامل ازاي؟ هوصلها له في انهي مكان، في انهي سياق؟ ده مهم جدا. حاجة مهمة جدا لازم تعملها، انك تتحقق من الفهم. لان في مشكلة ان الناس لما بتسألها انتوا فهمتوا اللي انا بقوله؟ هيقولوا دايما ايوه. ليه؟ لان الناس بتتجنب الظهور بمظهر الجهل، ما بيحبوش يقولوا لا والله انا مش فاهم، ممكن تعيد لي؟ لان الناس ممكن يبصوا لهم نظره ازاي ده مش فاهم. مثال مشهور جدا في اي مدرسه او جامعه، الدكتور او المدرس، يا جماعه مين مش فاهم؟ محدش بيرد. مين مش فاهم؟ محدش بيرد. لكن لو سأل هيلاقي ناس كتيره مش فاهمه. الناس بتخجل انها تبين انها مش فاهمه او مش عارفه، تجنبا للإحراج مع الآخرين. في النهاية حابب أتكلم عن بعض الأخطاء اللي بيقع فيها المرسل أو المتلقي عشان نتغلب عليها، عشان نحصل على تواصل فعال. أول حاجة، تجنب الأخطاء دي إذا أنت كنت بترسل الرسالة. أول حاجة إنك بتفترض إن الشخص بيسمع اللي بتقوله. ما تفترضش دايما إن اللي قدامك فهمك، لأ، اطلب دايما رد فعل. حاول تسأله الموضوع ده تمام، تحب اقول حاجة تاني، فاهم اللي انا قلته؟ لان افتراضك ان هو بيسمعك وفهمك تماما هيخليك تسترسل، وممكن يكون هو محرج يسأل او هو ما فهمش، وانت هتسترسل في الحديث والتواصل كله هيفشل. انك تستخدم لغة او مصطلحات غير مناسبة، زي ما قلنا قبل كده اللغة المعقدة، تستخدم مصطلحات في العربي او اي لغة تانية مش متداولة عشان تبان بس انك مثقف او عندك معرفة. ده مش مظبوط وهيؤدي الى تواصل غير فعال. انك تقوم بحركات مشتتة او تصرفات جانبية، كل شوية تبص في الساعة، تطلع الموبايل، تقعد تشاور لحد، تقول لحد اهلا ازيك عامل ايه الاخبار، كل ده هيحصل تشتت، هيحس انك مش محترمه، وانت ذات نفسك هتتشتت وتنسى الرسائل، وهو برضو خلاص هيفقد تركيزه معاك. الحاجة الأخيرة إنك تخلي السؤال بتاع التحقق من الفهم ده عامل زي الامتحان. ها بقى، اللي أنا قلته إيه؟ قول لي كده أول حاجة قلتها، قول لي كده من شوية أنا قلت إيه. ده هيحط المتلقي تحت الضغط، وهيبقى التواصل معاك شيء غير محبب. أما بالنسبة للمتلقي فهو لازم يتجنب الآتي: إنه يغير الموضوع فجأة، ان وحد بيكلمك على حاجه مره واحده تغير الموضوع وتسال سؤال ملوش علاقه خالص باللي هو بيتكلم فيه. ده بيبان النوع من عدم الاحترام، هيخلي طبعا التواصل يفشل تماما، لانه هيحس انك غير مهتم باللي كان بيقوله وهيوقف التواصل. ما ينفعش برضو انك تقفز الى الاستنتاجات، اللي هو ما تقطعش وتستعجل النتائج. اللي هو ايوه ماشي ماشي ماشي، انت بتقول لي كذا عشان كذا، انا خلاص فهمت، يبقى كده مش هيحصل. لا، سيب اللي قدامك يخلص للاخر، وبعد كده استنتج واسأله وتأكد من استنتاجك ده صح ولا غلط. الحاجة التالتة انك تركز على السؤال اللي جاي بدل ما تسمعه. دايما بيبقى في عندك سؤال كده عايز تسأل حاجة ما فهمتاش، او علشان تبان بمظهر انك بتعرف اكتر منه، فبتجهز سؤال مهم وما بتستمعش هو بيقول ايه، فبالتالي هتركز في تفاصيل تانية خالص وتنسى الرسالة الكبيرة. النقطة اللي بعد كده انك توقف الاستماع بدري، ان خلاص انا استكفيت ومش هسمع بعد كده. ممكن يفوتك المهم من الرسالة لانك وقفت الاستماع بدري قوي. انك تتواصل مع الاخرين بطريقة الربح او الخسارة، ان احنا كأننا في جدل حرب، يا انا هخسر يا اللي قدامي هيخسر، فبيبقى فيه نوع من انواع التحفز كده، بتبدأ انت بيه، هو
يعني بشكل تلقائي هيبتدي برضو يبقى فيه ميكانيزم كده للدفاع، وهيتحول الموضوع لحرب بدل ما يكون تواصل فعال. اتمنى اكون ان انا قدرت اغطي بعض من اهم الحاجات اللي بتأثر في التواصل الفعال وازاي نتغلب عليها، لان التواصل الفعال ما بيننا وبين الاخرين هو حجر اساس مهم جدا لأي حاجة بنقوم بيها في حياتنا. شكرا ليكم، ونتقابل في حلقة جاية من ما ينفعش ما تعرفش.